السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله بنعدله أنتريه عشان فيه عيوب نجارة ياما وواطي وبتاع والدراع قصير وكده، فهنظبطه فيه إن شاء الله وهنوريكم هو لسه خشب وبنعدل فيه، وبعد كده نرجع لكم تاني إن شاء الله. تابعونا. وبعد ما رجعنا لكم تاني زي ما انتم شايفين كده، بعد ما خلص طبعا في فرق جامد ما بين وخشب لسه بنعدل فيه والحتت اللي هي خشب اللي قدام طبعا اتظبطت، والظهر كان عالي قوي وغطيته، وطبعا هو المفروض يبقى ساده، فعشان خاطر ما يبقاش كل حاجه ساده فعملت ايه في شكل بحيث اللي هو يدي ايه روح للطقم. طبعا الالوان القماشه حلوه ومتناسقه مع بعضيها، ففي بيعمل كرسي وكنبه وفي بيعمل كنبه والباقي لون تاني على حسب الارتياح، كده ماشي وكده ماشي زي ما انتوا ايه عارفين. شغلي طبعا كلها كثافه 45 حاجه محترمه. طبعا انا عملت الارضيه كلها خشب ملل لحاجتين تمسك الزان، لان انا بنصح اللي يعمل انتريهات بنصحه اللي هو يعمل لو مغلفه تبقى سويد اللي هو زي ده كده، ده السويد. اما انا لو هيتعمل زان زي كده طبعا مع الشغل في البيت وكده الحركه وكده فده اتفصص من بعضه، فاضطرينا اللي احنا نحطه خشب عشان يمسك فيه، وطبعا فك من بعضه وحطينا غيره وبتاع ونجاره شغل جامد. اما انا خشب السويد حلاوته اللي هو غيره ومسامير ما بيتحركش وخفيف فما بيتهمش، يعني بيتحرك كده وكده ما شاء الله عليه يعني. اما انا الزان مشكلته حركته كتيره بيبوظ، دي نصيحه يعني. اما لو هيبقى فيه موبيليا والكلام ده طبعا لازم يبقى فيه الخشب بتاعه يبقى زان. طبعا اهم حاجه ما تنسوش اللايك والشير، واللي ما اشتركش يشترك عشان في ناس قاعده دلوقتي بتتفرج وما بتشتركش. انا بعرف حاجات وتعليم في التنجيد بحيث ان الناس ما يضحكش عليها، والناس اللي هي مش قادره تعمل في بيتها كده يعني، فما تمنعوش الخير دوت للناس برضه مش ليا لوحدي يعني. وهسيبكم مع الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.